ليه إعلانات ألعاب الموبايل أغلبها مزيفة؟ يمكن يكون وراها سر محدش واخد باله منه، سر يخلي الشركات دي تصرف ملايين على إعلانات وهمية رغم إن الألعاب الحقيقة مختلفة تماما. الإعلانات دي بتوريك مراحل خيالية وصعبة جدا عشان تخليك تتحمس وتحس إنك لازم تلعب بنفسك، لكن لما تنزل اللعبة تكتشف إنها مختلفة تماما وأبسط من كده بكتير. بس ليه الشركات بتعمل كده وهي عارفة إنك هتتخدع؟ قبل ما أجاوبك اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. اللي بيحصل إن شركات الألعاب بتستخدم حاجة اسمها فيك جيم بلاي ادز، إعلانات بتعرض نسخة مش موجودة أساسا. الهدف إنهم يزودوا التحميلات بشكل مجنون حتى لو اللعبة الحقيقية محبطة، والنتيجة أرباح بملايين الدولارات رغم إنه محبط بعد أول تجربة. هل يعتبر ده ذكاء تسويقي ولا خداع واضح للمستخدم؟ شاركني رأيك في التعليقات وقولوا عايزين الفيديو الجاي يكون عن إيه؟